يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التوميه السوري بتاعت اشهر المطاعم السوريه بكل اسرارها وتكاتها. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي ازاي هتطلع كريمي وناعمه ولونها بيلمع كده معانا. ولو اول مره تشاهدي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا كوبايتين من الميه، نزلت باول كوبايه والتانية اهي، ومعايا كمان كوبايه من النشا. كل الكوبايات معيار واحد يا جماعه. هنبدا نقلب النشا في الميه لغايه ما تفك خالص على البارد. احنا هنقلب النشا في الميه على البارد قبل ما نرفعها على النار لغايه ما تفك خالص. زي ما انتم شايفين كده قلبناها خالص، هي كده فكت معانا. نبدا نرفعها بقى على نار هاديه ونقلب فيها وما نبطلش تقليب عشان النشا ما تكلكعش معانا لغايه ما تدينا القوام اللي احنا محتاجينه، القوام الناعم والشفاف اللي احنا محتاجينه. ايدك فيها وما تبطليش تقليب خالص. ابتدت تتقل معايا زي ما انتم شايفين كده. هنقلب برضو كويس جدا لغايه القوام اللي احنا عايزينه. بصوا هو ده القوام اللي احنا عايزينه، ابتدت تبقى شفافه كده وناعمه معايا، بس مش اكتر من كده. بصوا القوام عامل ازاي، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هبدأ احطها في طبق عشان تبرد، لان مش هينفع نشتغل بيها وهي سخنة، مش هتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. هنفردها كده في قلب الطبق عشان تبرد. عايزه اقول لكم ان التوميه السوري دي جميله جدا، تنفع جنب محاشي، جنب مشاوي، جنب بطاطس محمره، جنب شاورما، جنب شيش طاووق، رائعه جنب وصفات كتيره جدا. هنسيبها تبرد بقى وبعدين نشتغل بيها. جبت الخلاط، هنزل فيه بنص كوبايه من اللبن او الحليب. هنزل بمعلقه توم مهروسه كبيره او 4 فصوص من التوم. وهنزل ب3 معالق من الخل الابيض. نزلت باول معلقه وادي التانية، وهنزل بالتالتة. هنبدأ نضرب المكونات دي كلها مع بعض لغاية ما يتجانسوا مع بعض. ضربتهم كده زي ما انتم شايفين لغاية الثوم ما يتهرس معايا خالص، ما يبقاش واضح. وبعد كده هنزل بنص معلقة ملح واضرب تاني. والملح والخل حسب الرغبة اللي انت عايزاها مززة، عايزاها ملح قليل ملح كتير، خل قليل خل كتير، بتاعتك انت. وبعدين هنبدأ ننزل بالنشا بعد ما برد معانا. بصوا النشا بقى فيه تكتلات ازاي، تحس ان هو كتل كتل كده. وهنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض لغاية ما يتجانسوا. هبدأ اضرب بقى كده في الخلاط. بصوا انا بعد ما ضربتها شوية، بصوا زي ما انتم شايفين كده هي نعمت، بس مش النعمية اللي احنا عايزينها. لسه هنحطها تاني ونضربها تاني. بس وانت بتضربي في الخلاط حبة حبة، يعني اضربي وقفي اضربي وقفي عشان الخلاط ما يتحرقش منك، لان طبعا هو سمكها تقيل. معايا كوباية من الزيت جبتها نفس المعيار برضو، وهبدأ انزل كده على على المكونات بالزيت سرسوب كده عشان يدينا القوام اللي احنا محتاجينه. وزي ما قلت لك اضربي حبه ووقفي عشان الخلاط ما يجرالوش حاجه. انزلي بسرسوب كده بالزيت زي ما انت شايفه، والخلاط شغال عشان تتضرب كويس وتدينا القوام اللي احنا محتاجينه، القوام اللي احنا قلنا عليه الكريمي الناعم. بصوا بقى بعد ما اتضربت هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. بصوا قوام شكله تحفه ازاي، كريمي وناعم وبيلمع ازاي اللمعان ده من الزيت. جميله قوي. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها جميله جدا. نبدا نفضيها بقى. شايفين القوام، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه للتوميه السوري بكل اسرارها وتكاتها. بصوا شكلها عامل ازاي، رائعه. طبعا هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه انا اقول حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده.
وطبعا عاملاها انت في البيت، بصي بتلمع ازاي، عاملاها انت في البيت بنظافة واوفر وجميلة. والقوام بتاعها بصوا القوام جميل جدا ازاي بتاعها، بصوا كريمي وناعم ازاي وبيلمع زي ما قلت لكم ازاي، رائعة. حاجة كده وهم بصراحة، تنفع مع شاورما، مع مشاوي، مع محاشي، مع بطاطس محمرة، يعني حاجة كده من الآخر جميلة وطعمها حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده، بصوا شكلها عامل ازاي. وطبعا هنحتفظ بيها في التلاجة، نحطها في علبة ونقفلها لمدة أسبوع، مش أكتر من أسبوع بس، زي ما انت شايفة كده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.